الواقعة كما عايشها ورواها أهل مدينتنا. أمر غريب أن يكون هناك شارع خال في مدينتنا، فالحركة فيها لا تهدأ، ولا يكف الناس عن الاصطدام ببعضهم ببعض بلا سبب ومن دون حاجة إلى الاعتذار. والأكثر دهشة أن الشارع كان أيضا صامتا، لا تسمع فيه إلا أصوات الريح والعصافير وهي تنفض البلل من على أجنحتها، والصوت الواهن لاصطدام رذاذ المطر بالأرض. ولكن لمزيد من الدقة، لم يكن الشارع خال تماما، فعلى الرصيف كانت تسير ورد وبجانبها حسن، وقد أدخلت أصابعها بين أصابعه تلتمس منه الدفء في تلك الصبيحة الباردة. وبعد ليلة مثقلة بالمطر، كانت بلدتنا نصف نائمة فوق أسرة ممتلئة بالبراغيث، وتحت سقوف تنز بالماء كحالها دوما. ولم أكن أنا موجودا كما يحدث غالبا. كانت هي فتاة رقيقة، كأن العشق قد شف جسدها. أما حسن فقد كان أكثر طولا، وجسده صلب برغم نحوله، ولم يكن وجهه على الرغم من وسامته خليقا بهيام المحبين. لكن الشارع كان يعيش لحظة من عشق نادر لم يجرؤ أحد على مقاطعتها. حتى الذين شاهدوا العاشقين من خلف جدران المقهى الزجاجي لم يتحركوا من أماكنهم، ولم يصدر عنهم أي نوع من الجلبة. ظلوا فقط يحدقون فيهما بعيون فارغة. عافت نفوسهم أكواب الشاي والقهوة وشيشة المعسل، وظلت أنفاسهم تتكاثف على الزجاج البارد حتى حجبت عنهم الرؤية تماما. كان الشارع طويلا وبلا نهاية، لأن الغيوم الكثيفة نامت على حافة الأفق وأخذته في طياتها. كانت ورد هي التي تتحدث أحيانا، كانت حزينة حقا، وكلماتها تتحول إلى بخار أبيض رقيق تتطاير بسرعة قبل أن يسمعها حسن. كان يحس بقليل من الزهو وكثيرا من الإحراج، فقد كان مثل اسمه شابا تقليديا بالرغم من أنه متعلم، متحفظا لا يجرؤ على إخراج لحظات عشقه للعلن. ولا يتصور أن تسير ورد بجانبه هكذا وقد شبكت أصابعها به أمام الجميع، بالرغم من أنهم لم يكونوا تقريبا موجودين. من شارع جانبي خرجت فجأة عربة صغيرة للزبالة، ملأت الشارع بضجيج عجلاتها. يقودها رجل عجوز غارق في السبات، لا يشعر بما حوله، ربما بتأثير الروائح المخمرة التي تفوح من حمولته. بدأ أنه سيواصل السير هكذا من دون أن يجد مستقرا. لم تحس ورد بالعربة ولم تشم رائحتها، وظل حسن يحدق أمامه في سهوم وهو متشبت بالحقيبة الصغيرة التي يمسكها باليد الأخرى. لكن الحمار هو الذي أحس بهما، حدق فيهما بعينيه الواسعتين الحزينتين، ثم توقف فجأة، كأنه خجل أن يواصل السير بجوارهما بما يجر من حمولة عفنة وعجوز يشخر. توقف حرنان في مكانه حتى بعد أن استيقظ العجوز وشهق فجأة كأنه يسترد أنفاس الحياة. أوشك أن يرفع العصا ويهوي بها على ظهر الحمار، لكنه توقف حين شاهد العاشقين سائرين بأصابعهما المتداخلة كأنها كف واحدة تشبه القلب. شعر هو أيضا كالحمار بالخجل، فنهض وأخرج من تحت المكان الذي كان يجلس عليه قطعة من القماش المتسخ. أخذ يحاول أن يفردها برغم ما فيها من ثقوب ليداري بها حمولته. فعل ذلك وهو يلتفت حوله كأنه يخفي جرما، ثم عاد إلى مجلسه وابتسما في رضا. ولكن العاشقين كان قد ابتعدا. لم يسمع صوت ورد وهي تقول فيما يشبه التوسل: أريد فقط أن أعرف إلى متى سيطول بي الانتظار هذه المرة. في المرة السابقة غبت فجأة لعدة أشهر بلا تفسير ولا رسالة واحدة. هل تتخيل مدى الرعب والافتقاد اللذين عشت فيهما هذه الأيام؟ كان واضحا أن كل كلمة تقولها كانت تؤلمها، لكنها سرعان ما عدلت من لهجتها وحاولت أن تكسب صوتها مسحة من المرح. على أي حال، لن أنتظرك، سأتظاهر أنك معي دوما، وسأتحدث معك كما لو كنت بجانبي. سأرتدي كل الثياب التي تحبها وكأنك تنظر إلي.
هكذا سيمر الوقت وكأنك لم تغب قط. كل هذا وحسن صامت، لم يفتح الله عليه بأي كلمة، لكن صمت المدينة انتهى فجأة. ارتفعت صفارات المصنع تعلن خروج وردية الليل ودخول وردية الصباح. دعوني أحدثكم قليلا عن صفارة المصنع. فلو كان للمدينة قلب فإن الصفارة هي إيقاع دقاته، تدوي 3 مرات في اليوم في صوت يشبه نعيق جوقة من الغربان. تسمعها بيوت المدينة فتدب في شوارعها حركة صاخبة. تظهر حشود من الوجوه المغبرة خارجة من بوابات المصنع. يمتلئ الجو برائحة العرق والغبار وبقايا الكلور والأصباغ العالقة في الأثواب، وتسبح في الهواء فتائل من القطن الممشط. ويسمع الجميع صيحات الباعة وهم يحاولون تصريف مأكولاتهم التي عكفوا على إعدادها منذ الفجر. في هذا الصباح حدثت اللحظة السحرية التي دائما ما تحدث في مدينة كل صباح، وبرغم تكرارها على مدى الأيام والشهور والسنوات لم تفقد سحرها، وما زالت تملأ شوارعنا القديمة بالتوهج. تخرج وردية الليل من المصنع، كل أفرادها من الرجال يسيرون وهم يقاومون أعياء قلة النوم والجوع، ويحنون إلى لمسة من الدفء في بيوتهم. أما وردية الصباح التي تأتي من الاتجاه المضاد فكلها من النساء. ما زالت أجسادهن تحمل نعاس الفراش وبقايا شهوة الليل. عندما تتداخل خطوات الورديتين عند نقطة تقاطع ما، يتحول الأمر إلى رقصة متداخلة الخطى. تنبعث موسيقاها من همهمات الإعجاب والتحيات المضغوطة وصيحات الاعتراض والضحكات الخجولة والاحتكاكات العفوية والابتسامات المتواطئة والوعود المخططة. يصبح الهواء فجأة كأنه خال من الأكسجين، كل ما فيه من ذرات قد تشبعت بنبضات الرغبة. مثل كل حفلات الرقص الكبرى يلبس الرجال ثيابا ليست رسمية لكنها متشابهة عفريتية، من القماش الأزرق عليها بقع من بقايا الشحم وخيوط القطن وزيت الفول. أما النساء فهن أميرات منسيات، يضعن على رؤوسهن مناديل ملونة شفافة حوافها مطرزة بالتتر، ويحملن على أذرعهن معاطف ليست من الفراء ولكن من قماش الرمادي خشن الملمس، يؤجلن ارتداءها للحظة الأخيرة قبل دخولهن للمصنع. في تلك اللحظات الحميمة كان تعب الليل وضآلة الأجر وهموم الديون وكآبة العيش وتأخر سن الزواج ومخاوف الفصل التعسفي والتوق إلى عمل آخر في مدينة أقل شقاء. كل هذه الأشياء تذوب وسط هذه الدوامات الراقصة، وهي تمضي مبتعدة تاركة الشارع الممتد للفتاة المتشبتة بأصابع حبيبها. دخل إلى الشارع المؤدي للمحطة، سار وسط صفين من باعة الفاكهة والمأكولات والحقائب المستعملة، من دون مبالاة بالنظرات المحملقة ولا الهمسات الخافتة، حتى خرج إلى الميدان. كان خاليا إلا من بضعة حناطير، أغطيتها السوداء لامعة مكسوة ببقايا المطر، والدرج المؤدي إلى رصيف المحطة مرصوف ببلاطات صغيرة ناعمة وزلقة، من كثرة الذين سافروا والذين ودعوا والذين عادوا خائبين. كلهم صعدوا وهبطوا على هذا الدرج، مثقلين بمشاعر الحنين والأسى التي تثيرها دوما لحظات السفر. في الصالة الداخلية أمام شباك التذاكر تكلم حسن أخيرا وقال: انتظر هنا، سأعود إليك. تمنت لو أنه كان يعني العودة إليها دائما وأبدا. أخرج من جيبه بضعة أوراق مالية، ومن الجيب الآخر بضع قطع معدنية. أحصاها بعناية ثم ذهب إلى الشباك. وفكرت ورد في حسرة، لابد أنه كان متشوقا للسفر. تلفتت حولها لتمنع نفسها من البكاء. لم يكن هناك كثير من الركاب، ولكن المكان كان مزدحما برزام الجرائد والمجلات التي تركها قطار الصحافة. والمعلم حزام متعهد توزيع الصحف والمجلات يقوم بفك الربطات وإحصاء النسخ وتقسيمها على الصبيان الصغار الذين يزودون أكشاك التوزيع. كانوا جميعا يقفون مترقبين من دون أن يجرؤوا على لمس ورقة واحدة قبل أن يأذن لهم المعلم. وكان هو يتحرك بخفة بالرغم حجمه الضخم، ويلف حول وسطه حزاما جلديا اشتق منه اسمه.
يضع فيه حصيلة اليوم من غلة توزيع الصحف. كان الحزام هدفا واضحا، برغم ذلك لم يجرؤ أي من اللصوص أو النشالين المهرة على الاقتراب منه، مع العلم أن المحطة كانت المجال الأساسي لنشاطهم. يقال أنه يضع ثعبانا يدور حول وسطه كما يدور الحزام، ويلدغ كل من يحاول الاقتراب منه. تأملت ورد الرزم المختلفة. لدهشتها الشديدة وجدت الصحف كلها بيضاء من دون صور أو عناوين أو أخبار. التفتت إلى الناحية الأخرى حيث توجد رزم المجلات. كانت أوراقها أكثر لمعانا، لكنها كانت أيضا خالية من أي علامات. أخرجت ورد نظارة صغيرة من حقيبتها ومسحت زجاجها في ثم كوبها وارتدتها. عاودت التحديق. كل واحد من الصبيان يستلم حصته بطريقة آلية. لا أحد منهم يلاحظ أنه يستلم صحفا خالية. أوشكت أن تصيح فيهم محذرة، ولكنها كانت أيضا تخشى أن تنفجر بالبكاء. تطلعت بيأس في اتجاه حسن الواقف أمام الشباك والرجل الجالس خلف الزجاج، لعله يهز رأسه رافضا أن يعطيه التذكرة، ولكنها رأته يستلم النقود بطريقة عادية، تماما كما يستلم الباعة الصحف الموحاة من الكلمات. كلهم يقومون بالأفعال المستحيلة بطريقة اعتيادية. عاد حسن وأمسكها من مرفقها، وعبر البوابة الحديدية متجهين إلى رصيف المحطة. ولكن المطر عاود السقوط، وأصبح النهار رماديا داكنا، كأن السحب الثقيلة قد امتصت ضوء العالم وتركته في عتمة شحيحة. هل يرى أحد ما تراه؟ لم يكن مسار القطار إلا حفرة غائرة تتألق فيها 4 خيوط من القضبان، يتناثر الحصى حولها، تثبتها فلنكات من الخشب متآكلة ومشبعة بالزيت الأسود. كل شيء كان يبدو خطرا. يكفي أن ينزلق القطار على هذه القضبان حتى يصل إلى لا مكان، ولا يعود حسن من خلف أستار الغيب. توقف تحت إحدى المظلات الخشبية. كانت قطرات المطر تتسلل من بين شقوقها، ولكن لم يكن هناك مكان أفضل. كانت ورد قد أرغمت على أن تترك يده، ولم يعد لديها ما تتشبث به. إحدى يديه تحمل الحقيبة والأخرى تمسك بالتذكرة. لم يكلف خاطره أن يضعها في جيبه. وقف حمال عجوز على مبعدة منهما ونظر نحوها في إشفاق. كان من خلال خبرته قد أدرك أن الطرف المسافر هو الأقل تأثرا، فهو يسعى إلى دنيا جديدة لا تترك له فرصة للتأسي على ما فات. أما المودع فهو الأكثر حزنا، فالحسرة تبقى دائما من نصيبه. أدرك أيضا أن الشاب بقدر ما هو متعجل في الرحيل فلن يتعجل في العودة. فكر في ذلك متأملا. الحقيبة الصغيرة التي يحملها. الذين يسافرون بلا متاع هم أقل الناس رغبة في العودة، لا يتمسكون بشيء ولا ينظرون خلفهم. قالت له فجأة بصوت مرتعد: أرجوك يا حسن، لا تسافر، أنت تغيب طويلا، سيكون هذا قاسيا علي. التفت إليها مستغربا، كأنه يستكثر عليها هذا الضعف المفاجئ. همهم بكلمات غامضة عن مشاغله في الكلية التي يعمل بها. عليه أن يعد بحثا مهما، ولكنه سيعود قريبا. لم يقدم لها شيئا قاطعا، يحاول فقط أن يخفي رغبته في الفرار خلف هذه الهمهمات التي تختلط بالصوت قطرة المطر. هل أصبح يضيق بها؟ أو بهذه المدينة المبللة التي يكسو الطين شوارعها لأيام طويلة؟ كانت مثله تكره أيام الوحل، ولكنها لم تفكر في الفرار. سمعت صوتها يهتف من على الرصيف: أبو علي. التفتت في رعب. اقترب النداء منهما. ظهر 3 من الرجال أحاطوا بحسن وهم غير مصدقين أنهم قد عثروا عليه أخيرا. وقفوا بينها وبينه حتى عزلوه عنها تماما. أعطوها ظهورهم كأنها لم تكن. أخذوا يعانقونه بشوق ويربطون على ظهره بمودة. كان قد وعدها أن تكون لحظة الوداع لها وحدها من دون أن يصحبه أحد، لا أهل ولا أصدقاء. فكيف أفشى سر هذه اللحظة؟ هل كان يعرف أنهم سيجيئون؟ كما عرف مقدما بثمن التذكرة. كانت تعرف ال3. الرجل الأنحف بين الجميع والذي لا يكف عن تقبيل رأس حسن هو عزوز مهرج السيرك. لم يكن هناك سيرك في مدينتنا، ولكن ذات مرة حلت بالمدينة فرقة من المهرجين الجوالين.
جاءوا إليها متعبين من كثرة السفر، محبطين من الوجوه الكئيبة التي تحيط بهم وهي عاجزة عن الضحك. أخذوا يؤدون ألعابهم وقفزاتهم البارعة في الهواء الطلق في وقت تبديل وردية عمال المصنع، ولكن العمال الخارجين كانوا متعبين والداخلين متعجلين. لم يتبق لمشاهدتهم إلا بضعة من الأطفال المفلسين. فشلت العروض تماما، واضطر المهرجون للرحيل في إحدى شاحنات نقل الخضار، ولكن واحد منهم لسبب مجهول قرر أن يبقى في المدينة. لم يتزوج ولم ينتظم في عمل، ظل يهيم في شوارع المدينة ويقدم عروضا مجانية للجالسين على المقاهي والأطفال الذين يلعبون الكرة في الحواري. لا تدري ورد متى تعرف عليه حسن، ولا كيف أصبح على هذه الدرجة من التقارب. كان ثاني هو عطية الزماني، أشهر حلاق في المدينة. هو الذي حلق كل رؤوس الأطفال وجعل رؤوسهم رمادية داكنة بلون جلد الفئران. هو الذي قطع قلفات الأطفال الصغيرة حتى يطهرهم من النجاسة ويدخلهم في عالم الرجال، ولكنه بدلا من ذلك ترك لهم ذكرى مؤلمة تجعلهم يجفلون منه حتى بعد أن كبروا. كان هو حامل نمائم البلدة والعارف بأسرارها، منذ المشوار الأول للعشاق الصغار حتى مواعيد تسلل الزوجات الشابات إلى أسرة عشاقهن. كان هو أول من حمل الرسائل بينها وبين حسن، وظل يرعى العلاقة حتى توطدت، ولكنه في هذه اللحظة فضل أن يتجاهل وجودها. كان يبدو متوددا إلى حسن أكثر مما ينبغي، أما الرجل الثالث فهو أغربهم جميعا. ولم تتصور ورد أن يكون هناك أي نوع من الصداقة بينه وبين حسن. لا يتصور أحد أن يكون محروس المخبر صديقا لأي إنسان. كان بطوله الفارع وشاربه الكث ومعطفه الحائل اللون مصدر كراهية الجميع، ومن المؤكد أنه كان يكره نفسه. كانوا في قسم الشرطة يكلفونه دائما بالأعمال القذرة: انتزاع الشباب وسوقهم للتجنيد، مطاردة المديونين والمتخلفين عن السداد، توقيع أوامر الحجز على المفلسين، إرغام الزوجات على الذهاب لبيت الطاعة. وكانت لذته تبلغ أقصاها عندما يضع ختم الشمع الأحمر ويغلق به مكانا ما. كان جسده كله يهتز وينتفض كأنه بلغ ذروة لا يستطيع الوصول إليها مع زوجته الضخمة. شهقت ورد وأوشكت أن تبكي. لم يستمع إليها أحد، فقط نظر حسن إليها من بعيد. لمحت في نظراته نوعا من الحنان المفاجئ. أخيرا ظفرت منه بنظرة مختلفة. كانت قد رتبت نفسها على أن تقبل شفتيه فور قدوم القطار، قبلة طويلة وعميقة تضع فيها كل ما تشعر به نحوه، هكذا علنية أمام الجميع، بحيث تتوالى أعمدة التلغراف وتتباعد المحطات من دون أن يستطيع نسيانها. لكن هؤلاء الثلاثة أفسدوا سحر لحظة الوداع، نزعوا ما فيها من شجن ولم يبق منها إلا حزن مبتذل يبقيها ملتاعة وعاجزة. لماذا لا يجد في نفسه الشجاعة ليتركهم ويأتي إليها ويأخذها في أحضانه؟ كيف يتركها هكذا عرضة للهواء البارد والإهمال؟ للحظة اعتقدت أنه على وشك القيام بذلك، لولا أن القطار صفر في هذه اللحظة. يا الله، لقد جاء بالرغم كل ما تشعر به من إحباط. لم تتكسر الجسور ولم ترتفع القضبان. ظهر فجأة كل الناس الذين كانوا مختفين من المطر تدافعوا في كتلة واحدة كأنهم سيركبون العربة نفسها التي سيركب فيها حسن.